ممكن يجي لي واحد وزنه زايد. امتى اقول له انت هيناسبك شفط الدهون وامتى اقول له ما ينفعش؟ عملية شفط الدهون تعتبر من أكتر عمليات التجميل انتشاراً على مستوى العالم. من أشهر المناطق اللي بتبقى مليانة بالنسبة للرجالة مثلاً منطقة البطن والأجناب ومنطقة الثدي. عند السيدات برضو منطقة البطن والأجناب ومنطقة الفخذين. دي بتبقى أجزاء محددة هي اللي مليانة. احنا لازم نشفط كمية محددة بالنسبة لنا، مش بنزيد على الكمية دي عشان ما نخشش بعد كده في مضاعفات. المريض يقدر يرجع لحالته الطبيعية بعد مدة أقصاها من 10 ل 15 يوم. بيبقى لابس الكورسيه اللي لازم يتلبس بعد أي عملية شفط دهون، بس الكورسيه ده ممكن يلبسه تحت الهدوم ويمارس حياته الطبيعية عادي، بس الكورسيه ما بيتقلعش قبل 6 أسابيع من بعد العملية.